عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عبد عاشور من داخل محلات عم عاشور بتاع العجل. دلوقتي يا جماعه في زبون جالي من 3 4 ايام طلب مني عجله 20 اطفال متفككه وقال لي انا هقفلها عندي. قلت له يا باشا انت عندك عجله متقفله، حد يقفل العجله؟ قال لي يا عم ده انا عجلاتي ومدعوك في عجله وكانت مهنتي وانا صغير وبتاع. المهم ايه الراجل اللي رحت اتغدى دلوقتي وجيت لقيته بعتها لي مع واحد بتاع تيك توك. العجله يا جماعه جالي بالمنظر ده. دي ايه بقى؟ دي كخ او بالبلدي دي الشقلوبه. انا طول عمري اسمع عن الشقلوبه، انما والله ما كنت اتخيل ان انا اعيش واشوف الشقلوبه ايه راي العين كده. العجله يا جماعه والله انا عارف وشها من ظهرها، ولا هي اللي يركب لها ينزل لها من السماء ولا يطلع لها من الارض، انا مش عارف. زي ما انتم شايفين يا جماعه. بصوا بقى المشكله الكبيره، تعالوا هو راكب هنا ترس مظبوط قلنا ماشي، مقفل الجنزير هنا وقلبه برضه قلنا ماشي. طيب الترس حضرتك اللي بيمشي عليه الجنزير ازاي جايبه من على اليمين للشمال؟ يعني الجنزير دلوقتي يعدي من هنا يروح هنا ازاي؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ شوفوا يا جماعه، يعني حتى ما شاء الله الشيطان وسوس له ان الكرسي بدل ما يبقى جزء قدام عمله له ورا. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزها تزحف الزحفه اللي هي زحفت دي يا جماعه بلاغ للنائب العام، دي جريمه حرب. حاضر يا عم الحاج، انت بعت لي العجله وهقفلها لك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله.